بيبدأ ملخص نبويات وهي قاعدة مستنية زوي يخلص الاجتماع، بس هو بيطول قوي لدرجة إنها بتنام. فلما بيخلص المساعد بيقوله إنها مستنياه، فبيروح يشوفها بسرعة بس بيلاقيها نايمة، فبياخدها وبيدخلها على السرير وبيدخل الحمام، بيخلع الساعة بتاعته وبينساها وبيروح اجتماع عشا برا. وهي بتصحى مش بتلاقي الساعة في ايديها، بس بتلاقي بتاعته في الحمام، فبتفتكرها بتاعتها وبتاخدها. وهو بيرجع مش بيلاقي ويان ولا بيلاقي الساعة، فبيقلبوا المكان عليها لحد ما بيلاقوا بتاعتها، فبيعرف ان الساعة دي اللي هو جابها لها. فبيقول يعني كانت جاية ترجعلي ساعتي للدرجة دي؟ مش طايقاني. وهو بيروح متصل بيها وبيسألها كانت عايزة ايه، فبتتوتر وبتقوله هتعزمني امتى على فرحك. فبيقول لها للدرجة دي عايزانا نتجوز؟ فبتقوله لا لا، ازاي هتمنى تتجوز حد تاني يعني. وبيروح سايد ظهره كده ويقول لها هي اكلتي؟ فبتقوله لا. فبيقول لها ايه رأيك ننزل ناكل مع بعض؟ فبتوافق وبينزلوا ياكلوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا. وهي بتقوله من ساعة ما انفصلنا وانا مش عايزة علاقتنا تبقى وحشة، وبتعتذر عن الكلام اللي قالته له آخر مرة. فبيقول لها قبلت اعتذارك. وهي بترجع البيت مش طايقاه، هو كان مستنياها تتكلم يعني. وبتلاحظ إن حوالين البيت بقى كله نور. تاني يوم في الشغل بتقابل الأنسة شين، فالأنسة شين بتعتذر لها عن اللي عملته معاها لما لاحظت إنها قريبة من سو، وبتقول لها إنها أدركت إن حتى لو ما كانتش موجودة ما كانش هيتغير حاجة بينها وبين سو. ويو بيكلمها يقول لها إنه معاه كتاب حلو قوي ممكن يفيد شيوجي، وبيعزمها على العشاء. فهي بتوافق وبيروح لها بقى عشان ياخدها، وسو بيبقى رايح لها برضه. فبيشوفها راكبة مع ويو فبيتعفرت وبيروح وراهم. فهما بيقعدوا ياكلوا ولسه بيقولوا يا هادي، بيروح سو مكلمها وبيقول لها لو ما طلعتيش حالا هخلي المدير يخلي المطعم. فبتخرج بسرعة، فبيقعد يزعق معاها إنها قاعدة تشرب مع راجل تاني، فبتقوله إنه مش واصي عليها. فبيقول لها أنا مش زيك، أنا ما عنديش وسيلة تخليني أحب حد بسهولة. وبيسألها لو بتكرهه، فبتقوله إن حبه كان صعب عليها فازاي هتكرهه، وبتمشي وتسيب. تاني يوم وهي خارجة من الشغل بيتصلوا بيها عشان شاوشي بيصرخ، فبترجع بسرعة بتلاقيه قاعد جنب سو وهو بيعزف البيانو وهادي، فبتشكره انه هداه. ويو بيرن عليها، فسو بيقول لها مش حرام عليكي تستغليه كده وتقولي انه حبيبك. فبتقوله هيبقى كده قريب. فبيروح قايل لها لو سمعتك بتقولي اسمه تاني هروح اضربه. وبيقول لها ترجع له الساعة بتاعته اللي خدتها منه وبيديها ساعتها. وبيجي المساعد يقوله لازم نروح الحفلة دلوقتي اتأخرنا. فبيروح واخدها معاه. طب يهديك يرضيك مش لابسة فستان؟ لا انت كده حلوة. وبيروحوا الحفلة وهي بتسيبه وبتروح تاكل لوحدها. بس بيجي ابن صاحب الشركة يعاكسها، وبما انها لابسة كده فهي مش معزومة. بس بيقول لها شكلك مش من النوع اللي يتشد للي زي السيد سو، زي ما كل البنات اللي في الحفلة مهتمية بيه. فبتقوله انه جاي يشتغل مش جاي يعاكس زي باقي الشباب. وبتمشي بس بتاخد مفرش الترابيزة وهي ماشية، فبتيجي اخته التانية تنظر عليها. فبيروح سو يقول لهم انها جاية معاه. فالتانية بتقوله هي دي صاحبتك؟ فبيقول لها لا، خطيبتي. فكلهم بيتفاجئوا وبيروح معرفها عليهم. فهي بتخرج وتسيبه، فبيجي وراها فبتقوله امتى كانت الخطوبة دي؟ فبيقول لها من قبل ما تمشي وتسيبيني. افتكري كده قبل ما تمشي قلتي ايه؟ فبتفتكر انها قالت له هروح اجيب سجل العيلة عشان اتجوز. فهو بيمسك في الكلمة جدا. تاني يوم بقى بيشوف شيو جايبة الغدا لوي، فبيستدعي وي وبيسأله عن تاريخ علاقته بشيو. فبيقوله خليك وراها، انا كنت بوديها وبجيبها من الشغل وبكتب لها اغاني، فكانت بتشوف اني رومانسي. فبيبعت لها بقى رسالة على ورقة الشجر على المحطة مكتوب فيها الشمس الصبح والقمر بالليل وانا وانتي للأبد. فبتبقى فرحانة جدا بيها وبتبقى الدنيا هتمطر. فبيسيب اجتماعه بسرعة وبيروح لها تحت الشغل وبيقعد بيستنيها عشان يمشوا مع بعض. بس هو بيروح تعبان، فبيخلي المساعد بتاعه يكلمها وبيقول لها انه تعبان. فبتقوله خد دواء للبرد. فبيقول لها انه ما عندوش عشان ال3 سنين اللي فاتوا
كان بيخاف يتعب وهي مش معاه عشان تهتم بيه، فبتقوله خد أي دوا وبتروح قافلة في وشه. هو بيخلص ملخصنا هنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.